جرى ايه يا منيل؟ هو انت ليل ونهار كده على قهوة ما وراكش شغلانة ولا مشغلة؟ ايه كل ما هنعوز حاجة نيجي ندهك من على القهوة؟ عايز ايه يا ولية؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يعني سايب لكم البيت جاية ورايا؟ عايز ايه؟ انطقي يلا. عايزك تجيب لنا علبة سمن؟ ما عندناش حاجة نطبخها للعيال؟ العيال جعانين، نعمل ايه؟ طب امشي غور يلا، روحي بلا منيل بلا بتاع، وانا هجيب لك اللي انت عايزاه. يا تكسبتين نيلة. يا أخي كتاكنيلا. دائما ما نطلق كلمة نيلة على بعض التصرفات وعلى بعض الأشخاص دون أن نتعرف على معناها. تعالوا بنا نتعرف على كلمة نيلة. نيلة ومنيل ومتنيل وتنيل على عينك. لو بحثنا في قواميس اللغة العربية هنجد أن كلمة نيل هو نبات من فصيلة القرنيات، ويستخرج منه مادة للصباغة، وهو أزرق اللون، والصباغة أو الصبغة التي يستخرج منها زرقاء اللون، فنقول نيل القماش أو نيل الثوب بمعنى صبغه باللون الأزرق. أما عن قصة وتاريخ هذه المقولة فإنه كان في عهد الفراعنة يستخدمون صبغة النيلة في صباغ ثيابهم وتلطيخ وجوههم بها في حالة الحزن والحداد. وإذا أصيبت أي إنسان مصيبة كان يتنيل بالنيلة، أي يصبغ ثيابه ويلطخ وجهه بصبغة النيلة الزرقاء. فمن هنا جاءت هذه الكلمة، إذ أنه كانت تستخدم في أيام الفراعنة دليلا على الحزن، وكانت من الطقوس الجنائزية، وكانت أيضا تستخدم إذا أصيب أي شخص بمصيبة ما فكان يتنيل بالنيلة، أي يصبغ ثيابه ويلطخ وجهه بالنيلة وهي الصبغة الزرقاء. ومن هنا جاء قصة هذه المقولة. فلما بنقول لحد جتك نيلة يعني بندعو عليه إن هو جته مصيبة يعني، أو أصابته حاجة تصيبه بالحزن، أو حد يتوفى له، أو هو يصاب بكارثة. وبكده يكون عرفنا معنى جاتك نيلة. دمتم في أمان الله.